نجوم كتير في اوروبا يمتلكون انديه كره قدم، وفي انديه كبيره وفي انديه صغيره وحاجات كتير ونجوم مشهوره في عالم كره القدم. عرب وفي ملاك اوروبيين لانديه كتير جدا في العالم، وبيزنس واداره اعمال ورجال اعمال كتير بيمتلكوا انديه اوروبيه. ففي برضو جانب من الكرة وجانب من نجوم الاوروبا اللي بيمتلكوا انديه كتير في العالم. طبعا من ابرز الانديه وابرز اللعيبه اللي بتمتلك انديه في العالم كان اول لاعب معانا وهو اللاعب او النجم رونالدو الظاهره. رونالدو دي نازاريو هو لاعب برازيلي الفينومينا الظاهره. كان نفسه طبعا يدخل عالم امتلاك وعالم اداره الاعمال والبيزنس، كان حلم من احلامه يخش اداره الاعمال والبيزنس، وفعلا قدر يمتلك نادي بلد الوليد في الدوري الاسباني الدرجه الاولى بعد ما قدر يستحوذ على 51% وزادت النسبه ل 83%. وقال كتير في الصحف العالميه واللقاءات رونالدو نازاريو ان هو كان حلم من احلامه هو يمتلك نادي، وشغفه هيطلعه واهتماماته كلها هتطلع في اداره النادي. تاني لاعب معانا او تاني نجم معانا هو النجم الانجليزي ديفيد بيكهام. ديفيد بيكهام الاسطوره الانجليزيه المعروفه، الستايلست العالمي والنجم العالمي ديفيد بيكهام. طبعا في تاريخه كلنا عارفين صاحب التيشيرت رقم 7 وتنقله بين فرق كتير زي مانشستر يونايتد وزي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ومؤخرا ريس لحد لوس انجلوس جالاكسي الدوري الامريكي. وقد ايه بعد انضمام ديفيد بيكهام الى الدوري الامريكي اكتسب شهره كبيره الدوري الامريكي في كل العالم بانضمام النجم الانجليزي. وطبعا كان في بند من بنود العقد مع بيكهام في لوس انجلوس ان يقدر يشتري ويفعل بند شراء اي نادي بسعر اقل او سعر منخفض، وده بند او قانون موجود في الدوري الامريكي بيحل اي لاعب ان هو يعمل كده ويفعل البند ده. وفعلا تم تفعيل البند ده مع اللاعب الانجليزي واستغل النقطه دي وقدر يشتري نادي ميامي اللي سماه اسمه انترناشونال ميامي اف سي والاختصار لانتر ميامي. طبعا بيكهام حاطط عليه اعمال كبيره بالنسبه للنادي ده ان هو يكبر اكتر واكتر، وبيحاول يضم نجوم كتير من العالم حتى بعد نهايه مسيرتهم هم ينضموا الى الدوري الامريكي. ثالث نجم معانا وهو لاعب زلاتان ابراهيموفيتش السلطان. طبعا السلطان او الاسد السويدي ابراهيموفيتش صاحب نادي هامبر في السويد المنافس اللدود لنادي مالمو. طبعا نادي مالمو كلنا عارفين ان هو نشأة ابراهيموفيتش او نشأ فيه وهو في سن الشباب، واشترى اسهم كتير جدا ابراهيموفيتش من نادي هامبر ستوك المنافس اللدود لنادي مالمو في السويد، وحاول ان هو يستغل اكتر واكتر ويعمل استثمارات كبيره جدا في نادي هامبر ستوك. لسه اشتراه في 2019. وبعد خبر الشراء وامتلاك نادي هامبر ستوك طبعا نادي مالمو فيه سخط كبير جدا من جماهير نادي مالمو، لان هو يعتبر ان هو انكر جميل نادي مالمو عليه، وكمان ان هم اسقطوا تمثاله اللي موجود في نادي مالمو او حرقوه بسبب الموقف اللي عمله ابراهيموفيتش. رابع نجم معانا وهو نجم الايفواري ديديه دروجبا. ديديه دروجبا النجم الايفواري اللي مشهور وصيته في العالم كله، وبطل من ابطال الدوري الانجليزي وبطل من ابطال نادي تشيلسي. بعد رحله طويله في العالم كله استقر في الدوري الامريكي طبعا ولعب مع مختلف الانديه الامريكيه، واستقر بير في صفقه انتقال حر نادي فينيكس ريسنج، نادي في الدرجه الثانيه، ولعب معاهم في صفقه انتقال سنه 2017. وبعد لعبوا معاهم سنه واحده مع نادي فينيكس ريسنج في الدوري الامريكي الدرجه الثانيه، قدر دروجبا ان هو يشتري اسهم كتير في النادي الامريكي ويبقى مالك من ملاك النادي الامريكي في دوري الدرجه الثانيه. وهو عنده تحدي كبير جدا لان دروجبا يعتبر برضه من اكبر الاساطير في اللعبه بالنسبه لكره القدم، وعنده طموحات كبير جدا ان هو يعمل حاجه في النادي بتاع فينيكس ريسنج، وعنده طموح وصرح كتير جدا ان هو عنده احلام كبيره في النادي ده.
خامس نجم معانا وهو اللاعب الاسباني جيرارد بيكيه. اللاعب اللي قدر يستثمر برضه ودخل عالم الاموال وعالم امتلاك الانديه، وقدر يستثمر فلوسه، يمتلك نادي اسمه اف سي اندورا بيلعب في الدوري. كان اول ما مسكه كان بيلعب في الدوري الدرجه الخامسه الاسباني، وبعد فتره النادي قدر يصعد لدوري الدرجه الرابعه الاسباني اف سي اندورا. النجم السادس معانا وهو النجم ريان جيجز وبول سكولز وجاري نيفل، الثلاثه لعيبه مانشستر يونايتد اللي قدروا هم الثلاثه يستحوذوا على نادي سالفورد الانجليزي، سالفورد سيتي الانجليزي في دوري الدرجه الرابعه. قدروا هم يمتلكوا نسبة كبيرة جدا وحصة كبيرة جدا من أسهم النادي سالفورد الإنجليزي عشان يقدروا يستثمروا، مناصفة طبعا مع المالك السنغافوري بيتر ليم مالك نادي فالنسيا. سابع نجم معانا وهو نجم باولو مالديني، المدافع المخضرم الإيطالي، مدافع نادي ميلان السابق، اللي برضو دخل عالم الاستثمار عن طريق نادي اف سي ميامي. واف سي ميامي هو نادي بيلعب موجود في الدوري الدرجة تانية. وطبعا مالديني بيشرف على مستثمرات حتى في نادي ميلان لحد دلوقتي، وفي نفس الوقت كمان قدر ان هو يستحوذ على نادي اف سي ميامي ويحاول برضو يدخل ويعمل معاهم شغل قوي كمالك لنادي اف سي ميامي الواقع في الدوري الامريكي الدرجة الثانية. تامن نجم معانا وهو نجم او مجموعة اللاعبين والنجوم ايدن هازارد وديمبابا وموسى ساو، الملاك نادي سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية وبخصوصا في ولاية كاليفورنيا. مجموعة النجوم دي حاولوا هم يستثمروا ويحطوا تجربتهم كلها في نادي من الأندية الصاعدة والموجودة ولسه هاوية، وهو نادي سان دييغو في المنطقة والمقاطعة اللي اسمها سان دييغو في ولاية كاليفورنيا. وسان دييغو حاول انه يلعب، كان بياخدوا تصريحات وموافقات ان هو يلعب في دوري الكوريا الشمالية في الدوري الكوريا الشمالية، ولكن الدوري توقف، وقدروا ياخدوا بعد كده تصريحات ان هم وتصريح وموافقات ان هم يلعبوا في دوري الدرجه الثالثه الامريكي، وبيلعبوا دلوقتي سان دييغو في دوري الدرجه الثالثه الامريكي. اخر نجم معانا وهو النجم الغاني توماس بارتي، نجم اتلتيكو مدريد الاسباني، اللاعب الرائع اللي بيقدم مستويات رائعه مع اتلتيكو مدريد، وتجربته فيها تعاون كبير مع مستثمريه الثلاثه الاسبان، ثلاث اسبان مستثمريه مع النجم توماس بارتي، وقدروا يستحوذوا على نادي الكلوبيتاس في الدوري الاسباني الدرجه الرابعه. وبرضه بيحاولوا هم يضخوا اموال وبيعملوا تجارب ناجحه وخبراتهم كلها في النادي عشان يقدروا يتطوروا فيه اكتر واكتر ويصعدوا من الدرجه الرابعه للدرجات الاعلى. ده طبعا كان خلاصه النجوم او عدد من النجوم اللي بيمتلكوا انديه في اوروبا ولهم تجارب كبيره، انديه في اوروبا وفي العالم ولهم تجارب كبيره جدا حتى في السي في بتاعهم كلاعيبه كانوا بيلعبوا او ستيل لسه في المستطيل الاخضر. اشوفكم في حلقه جديده من حلقات دكتور كوره، كان معاكم اسامه عاطف. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب من تحت في القناه. اشوفكم حلقه جديده، سلام.